السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الشناوي يكشف غضبه في جلسته مع محمد شوقي. كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي النقاب حول غضب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بنادي الأهلي بسبب تسريب تجديد عقده مع الأهلي قبل الإعلان الرسمي. وأكد المصدر أن محمد الشناوي تحدث مع محمد شوقي نائب المدير الرياضي لمعرفة من وراء تلك التسريبات، خاصة أن الأمر كان بينه وبين إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، وتم الاتفاق على تأجيله لحين الانتهاء من مباراة القمة. وأضاف المصدر أن محمد شوقي أكد للحارس الدولي أنه لم يكن يعلم بأي تفاصيل عن جلسته مع الخطيب وتجديد عقده مع النادي، ولا يعلم شيئا عن مدته مثل ما تردد في وسائل الإعلام. علي معلول ينتظر الضوء الأخضر من كولر للمشاركة في مباريات الأهلي، يترقب التونسي. علي معلول الظهير الأيسر للندى الأهلي الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لدخول قائمة المباريات الرسمية الفترة المقبلة، لا سيما بعد اكتمال جاهزيته البدنية وانتظامه في التدريبات الجماعية غرابة شهر متواصل والوصول إلى فورمة بدنية عالية، لا سيما بعد قيده في قائمة الأهلي خلال انتقالات يناير الماضية. ويؤدي علي معلول في تدريبات الأهلي بشكل قوي من أجل نيل ثقة كولر للمشاركة في المباريات واستعادة بريقه المفقود منذ تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس، والتي يغيب بسببها عن الأهلي منذ ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في النسخة الماضية من دوري الأبطال، وتسببت في غيابه قرابة 9 أشهر عن الملاعب. من جهته فرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي حظرا إعلاميا على لاعب فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها 7 مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولة ضمن منافسات الجولة 15 لمسابقة الدوري المصري. وطالب الجهاز الفني لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التي تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لا سيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم. ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التي يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم. وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة، مؤكدا على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء. مروان عطية يرفض طلب طبيب الأهلي. رفض مروان عطية لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي طلب طبيب الفريق أحمد جاب الله بشأن وضع جبيرة على يده في ظل إصابته بها، كما رفض أيضا إجراء جراحة الفتاق في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على حظوظه في الاستمرار بتشكيل المارد الأحمر في ظل ضغط المباريات الفترة الحالية. كما قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك السبت المقبل في القمة. يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة القمة 129 أمام الزمالك مفتقدا لجهود كل من طاهر محمد طاهر ويحيي عطية الله وكريم فؤاد وياسر إبراهيم وعلي معلول بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، ورضا سليم الذي تم رفع اسمه من القائمة. ومن المقرر أن يتم تجهيز كل من المغربي أشرف بن شرقي للقمة ووسام أبو علي وأشرف داري لخوض القمة بعد تماثلهم للشفاء في آخر مباراة أمام الإسماعيلي بالجولة الماضية. كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق خلال التدريبات الأخيرة. وأوضح أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي أن اللاعب محمود جهاد تعرض للإصابة خلال المران الختامي استعدادا لمواجهة بتروشت في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، مما أدى إلى استبعاده من قائمة المباراة. وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود جهاد خضع لأشعة وفحوصات طبية دقيقة والتي أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، مؤكدا أن الجهاز الطبي يعمل على متابعة حالته بشكل مستمر لضمان تعافيه الكامل. وأضاف أن الفريق الطبي قام بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة بهدف تجهيزه بالشكل الأمثل للعودة إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن،
دون أي مضاعفات.